البنزين غالي ومش عارف تشتري عربية كهرباء ولا هايبريد ولا بنزين اقتصادي. طب مين أنسب وأحسن نوع منهم لو لقيته في عربية تقدر تشتريها في الظروف اللي احنا فيها دي وتخليك برضو تعرف تكمل الشهر من غير ما تستلف فلوس البنزين؟ كل ده احنا هنشوفه مع بعض في الفيديو، وهتطلع من الفيديو ده عندك فكرة عن كل نوع ومين أنسبهم ليك. الترتيب هيبقى من الأكتر توفيرا للأقل توفيرا، فتأكد إنك عاملي سبسكرايب ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. في ظل غلاء البنزين اللي لسه حاصل من الفترة عندنا في مصر، هنشوف الناس بتبدأ تتجه للعربيات الكهرباء والهجينة كبديل أساسي للعربيات البنزين، وهنشوف كمان اختيارات كتيرة قوي بتنزل في السوق كل تلات وخميس، عشان زي ما انت عارف الصين كل يوم بعربية وشركة جديدة. فخلينا نبدأ على طول بالعربيات الكهرباء بالكامل. الفول إلكتريك بصراحة هي من أفضل الاختيارات للتوفير دلوقتي، عربية ما فيهاش محرك بنزين أصلا، يعني معتمدة بس على موتور كهرباء وبطاريات للشحن. مداها في الشحنة الواحدة بقى ينافس مدى محركات الاحتراق ويمكن أحسن. أرقام زي 600 و700 كيلو بقينا نشوفهم في معظم العربيات دلوقتي عادي، بس الموضوع محتاج شوية تعود منك إن العربية ملهاش صوت، عربية بتتشحن بالساعات زي الأجهزة اللي في البيت عندك، وتركن بقى شوية مخاوف إنها تفصل منك في الطريق وإنت مسافر والكلام ده كله، عشان تكون اختيار حقيقي تفكر فيه بجد. في مصر إحنا لسه مش منتشر عندنا محطات الشحن السريع، فأنت اعتمادك كله هيبقى حاليا على الشحن المنزلي اللي هتركبه من بيتك. أما في بقية الدول فمحطات الشحن السريع بقوا منتشرين بشكل كبير وتقدر تعتمد عليهم زي محطات البنزين بالظبط لو انت بره مصر. يعني تكلفة شحن العربية الكهرباء بتختلف على حسب حجم البطارية أكيد، بس بما إن الكهرباء في مصر أرخص من البنزين دلوقتي فأنت تقدر توفر تقريبا نص الثمن إن ما كانش أكتر من اللي انت كنت بتحط بيهم بنزين. في شركات كتير جدا منتشرين ومحبوبين في مصر في مجال الكهرباء زي VW وبي واي دي وزيكر وغيرهم كتير، وبيبقى في منهم فئات وموديلات كتيرة جدا عشان ترضي جميع الأذواق. نقطة تانية مهمة هتوفر معاك برضو وهتشيل من عليك جامد، العربيات الكهرباء ملهاش صيانات تقريبا، ما هو مفيش محرك بنزين فمفيش لا زيت ولا فلاتر ولا بوجيهات ولا وجع الدماغ ده كله، فبرضو ده هيشيل من عليك ميزانية الصيانة اللي بتعملها كل فترة. بس نقطة حابب أقولك عليها، العربيات الكهرباء أتقل في الوزن من البنزين بسبب البطاريات طبعا، ده هيقلل من عمر الكاوتشات شوية لأن في وزن تقيل ضاغط على الكاوتشات، وده هيبقى ملحوظ أكتر وقت الفرملة والمطبات والنقر أو وقت التسارع، خصوصا إن العربيات الكهرباء تسارعها وعزمها لحظي، فلو انت سواقتك رياضيه ده هيقلل من عمر الكاوتشات. برضو تاكل الكاوتشات هنا بيبقى بنسبه بسيطه جدا، مش حاجه مقلقه يعني، لكن لازم انبهك عنها برضو. فلو الكاوتش في العربيه العاديه بيقعد معاك حوالي 5 سنين او 70,000 كيلو، فالكهرباء هتلاقي انك محتاج تغيره عند 60,000 كيلو، وده كمثال يعني، لانها بتختلف على حسب سواقتك والطريق وكده. يعني عارف لما اقولك الدنيا مش ابيض واسود، الدنيا ساعات بيبقى فيها رمادي، هو ده الهايبريد، وبيجي بعد الكهرباء على طول في التوفير. الهايبريد في منه نوعين، اللي بيتشحن لوحده واللي بيحتاج شحن خارجي، فاكيد رقم 2 في القايمه على طول هيبقى اللي بيتشحن لوحده. لو انت مش من محبين الكهرباء بالكامل ودوشه الشحن فالنوع ده من الهايبريد هيعجبك قوي. العربيات الهجينه دي تعتبر من اكتر العربيات اللي بتوفر في البنزين وموفره ماديا عامه، فهتكون تاني اوبشن ليك تفكر فيه بعد الكهرباء بالكامل. فكرتها ببساطه محرك كهرباء ما بيتشحنش خارجيا، معتمد بس على الطاقه المهدره اللي بترجع تشحن للبطاريات، مع محرك احتراق داخلي بنزين عادي زي اي عربيه. واللي بيميز النوع ده من الهايبريد ان كل ما تسيب رجلك من البنزين وكل دوسة فرامل فهي بتشحن لك البطاريات تلقائيا، يعني مفيش ميزانية شحن زيادة على ميزانية البنزين. العربيات الهايبريد عموما معظمها بتفضل ماشية على الموتور الكهرباء لحد سرعة 40 أو 60، والمحرك البنزين بيستلم بعدها. يعني حرفيا لو انت في زحمة أو في المدينة جوه شوارع ضيقة وبطيئة، العربية غالبا بتديك من كيلو ل 3 كيلو مسافة تقدر تمشيها بالموتور الكهرباء بس لو سرعتك بين 40 و 60. يعني لو نازل تجيب حاجة بسرعة من تحت البيت ممكن المحرك البنزين ما يشتغلش طول المشوار أصلا، ولو مثلا في زحمة إشارة والحركة بطيئة برضو فهتلاقي العربية مش مشغلة الموتور البنزين وبتمشي بالكهرباء بس. المدى اللي هيقدمه لك النظام ده هيبقى ممتاز، بنتكلم من 700 ل 1000 كيلو في التفويلة الواحدة، ده لو سواقتك هادية، لأن السواقة أكيد عامل مهم. تعال نشوف البلاجن هايبريد بيقول ايه. ده نفس الفكرة برضو، محرك بنزين مع موتور كهرباء وبطاريات، بس الفكرة هنا بقى انك هتحط بنزين وتشحن البطاريات بنفسك، يعني ما بتشحنش لوحدها زي اللي لسه متكلمين عنه من شوية، خد بالك. اكيد ده مش احسن اختيار لو هدفك الاول التوفير، لانك هتدفع مرتين، بس هو كويس وموفر لو هتقارنه بعربيه بنزين عاديه، خصوصا ان البلاجن هايبريد بيمشيك اكتر على الموتور الكهرباء بس، يعني من 30 ل 80 كيلو على حسب العربيه هتقدر تمشيهم على الموتور الكهرباء. فاي هايبريد عموما هيبقى احسن لك بكتير من البنزين العادي، دي نقطه ما فيهاش كلام. بس كمدى في التفويله فهيديك من 1000 ل 1300 كيلو، فهو بيتفوق عن اخوه اللي بيتشحن لوحده. الميزه الجامده بقى هنا انك لو بتشحن العربيه كل يوم فانت
تقدر تعتمد عليها على الكهرباء بس من غير ما المحرك البنزين يشتغل لو مشاويرك قريبة، يعني مش سفر مثلا، وده هيوفر معاك كتير جدا وهتحس انك راكب عربية كهرباء مش عربية هايبرد. هتلاقي تويوتا وهافال وكيا وغيرهم متميزين في الهايبرد واختيارات ممتازة، الشركات دي قدرت تثبت نفسها على مدار السنين، فمفيش كلام اكتر من كده هنا. يلا نخش على طول على اللي بعده. بعدهم على طول يخش الريف، الرينج اكستندر. بص الريف غريب شوية، نفس فكرة الباور بانك، بس تعالى نفهمه مع بعض. عربية تقدر تقول عليها خليط ما بين الكهرباء بالكامل وهايبرد. هتقولي ازاي؟ هقولك مواتير كهرباء هي اللي بتمشي العربية بشكل اساسي، يعني هتاخد تجربة سواقة سايلنت زي الكهرباء بالكامل بالظبط، بس فيها محرك بنزين كمان. المحرك البنزين ده ليه وظيفتين، الاولى والاساسية انه يشتغل كمولد او جنريتور ويشحن بطاريات المواتير الكهرباء، يعني مفيش شحن خارجي من محطات الشحن او من بيتك. الوظيفة التانية انه بيتدخل وقت الازمات، وقت ما تحتاج قوة العربية الكاملة، يعني لو هتتجاوز عربية قدامك فجأة وجبت اخر دواسة البنزين، هتلاقي المحرك البنزين وقف شحن البطاريات وحط القوة بتاعته عشان يساعد مواتير الكهرباء في التسارع. زيك زي اي عربية بنزين، هتخش المحطة تعبي بنزينك عادي والبطاريات هتتشحن وانت ماشي، وده هيبقى مفيد للناس اللي عايزة تجربة عربيات كهرباء بس مش عايزة وجع دماغ شحنها، وما اظنش بصراحه انه ليه فايده غير كده. فالرينج اكستندر كمدى بيبقى قريب للهايبرد، يعني بتوصل ل 1000 كيلو واكتر في التفويله في بعض الموديلات. الريف هتلاقي الصانع الصيني مسيطر عليه، شركات زي ديبال ودونج فينج وروكس وغيرهم، يا رب اكون نطقتهم صح اصلا. ولو كل الانظمه دي مش عاجبينك وحاسس انك مش هتتبسط بتجربه الكهرباء والهايبرد، فتعال نشوف اخر حاجه في القايمه معانا، وانت اكيد خلاص عرفته، البنزين العادي الوحش بتاعنا. العربيات دي اقل توفيرا بين دول كلهم، لان مفيش حاجه تساعد المحرك هنا، هو الوحيد اللي مسؤول عن تحريك العربيه في كل ظروفها، يعني من اول تحريكها من الثبات لحد تقفيل العداد. بس انا مش عامل الفيديو ده عشان اقول لك انه اقل توفيرا، ما احنا عارفين فين الجديد. انا هقول لك كذا نوع من المحركات والعربيات هم اكتر حاجه موفره، فتعال نشوفهم كده مع بعض. اول حاجه خليك عارف ان كل ما حجم المحرك يكبر كل ما صرفيه البنزين هتزيد. مش محتاجه حاجه يعني، بديهيه جدا انا عارف، بس تعال نكمل يعني. فلو ما يفرقش معاك الاداء وعايز حاجه توديك من نقطه الف لنقطه باء باقل التكاليف حرفيا، خليك في المواتير الصغيره. هيكون في اختيارات قدامك زي سوزوكي سويفت والديزاير، هم نفس الحاجه على فكره، بينزلوا بموتور 1200 سي سي بيشموا البنزين. العربيه دي انا سوقتها شخصيا وفعلا استهلاكها ممتاز، وفتسها كمان بيساعد في الصرفيه. اما لو يهمك الاداء شويه بس برضه انت لسه محتاج توفير، فخليك في المواتير الصغيره التربو، يعني 1400 سي سي تربو و1500 تربو، ومنتشرين كتير قوي خصوصا في مصر يعني. وقبل ما تستغرب، التربو هنا عكس ما انت متوقع انه هيشفط البنزين ويخلي الصرفيه عاليه، لا، ما هو مش تربو جارد. التربو اللي على المواتير دي بيبقى صغير جدا، واصلا فكره التربو دي هي اللي خلت الشركات تصغر حجم المحركات من غير ما يخسروا اداء وفي نفس الوقت يوفر لك بنزين. بالبلدي يعني هيخليك تاخد احسن توفير مع احسن اداء ممكن، لان 1400 تربو هيطلع نفس قوه ال 2000 سي سي التنفس الطبيعي او قريب منه، وده هيخليك توفر في استهلاك البنزين عشان فرق الحجم اللي في صالحك طبعا. وكمان مش هتحس ان العربيه موتورها ضعيف فتفضل قارص على الموتور، واستهلاك البنزين برضه يبقى عالي، واحنا كده هنبقى ما عملناش اي حاجه. فالمواتير دي مناسبه جدا وهتبقى اختيار ممتاز لو انت مش مقتنع بالكهرباء والهايبرد ومحتاج حاجه تحسسك بشبابك بس في نفس الوقت ما تهدش حيلك في البنزين. يستحسن تجيب عربيه فتيسها نفسه اقتصادي ومش غشيم، عشان الفتيس برضه بيلعب دور. السي في تي والاي ام تي والاوتوماتيك العادي من احسن الاختيارات الموفره والعمليه اللي ممكن تجيبها، بتديك نعومه في التسارع ونواقل حركه مش غشيمه، يعني مش متصممه للسواقه الرياضيه والتطويل في النقله، بالذات السي في تي على قد ما هو الناس بتقلق منه، بس هو بصراحه جبار في الحته دي، لان بيخلي الموتور دايما مرتاح فصرفيه البنزين بتبقى قليله جدا. لو حابب تتعمق في الفتايس ونواقل الحركه، في فيديو كامل انا شرحت فيه كل انواع الفتايس بالتفصيل، هسيبهولك في الاي اللي فوق لو حبيت تشوفه. واكيد اكيد اكيد كل اللي انا قلته ده هيبقى بلح وملوش اي تلاتة لازمه لو انت طريقه سواقتك نفسها غشيمه، يعني رجلك الحراقه على البنزين دايما والتسارع المفاجئ والكلام الحلو ده كله، والله لو سايق توك توك مش هتوفر برضه وهيسحلك في البنزين، فلازم تهدي طريقه سواقتك شويه عشان توفر. معظم العربيات البنزين من اول ال 1200 سي سي لحد ال 2000 بتديك تقريبا حوالين ال 600 او 700 كيلو مدى في التفويله لو سواقتك عاقله كده وراسيه. وانا هنا بكلمك عن العربيات الجديده او اللي مش ماشيه كتير، لان اكيد عربيه من موديل ال 2000 عمرها ما هتخش معاك في 700 كيلو، فالموضوع كله هيبقى راجع لميزانيتك وطريقه سواقتك واحتياجاتك من العربيه، انت الوحيد اللي هتقدر تقرر انهي نوع هيناسبك ويلبي احتياجاتك. فلا انا ولا اي فيديو غيري هيعرف يديك عربيه متفصله عليك بالملي، لان في الاول وفي الاخر ده فيديو تعليمي بيشرح لك الانظمه ببساطه وبيديك فكره عنهم. انت بقى اللي لو عجبتك عربيه او
نظام منهم خش شوف فيديوهات بالتفصيل الممل، اسأل ملاكها عنها وعن قطع غيارها، ولو عرفت تجربها من صاحبك او تاخدها تيست درايف من معرض يبقى توب التوب. والاهم من ده كله انك تشوف مميزاتها وعيوبها، عشان طبعا الكمال لله وحده، بس اهم حاجة انك تشوف عيوب النظام او العربية، هل هتفرق معاك ولا هتعرف تتأقلم عليها عشان ما تنزلهاش تاني يوم على دوبيزل كسر زيرو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، وقولي في الكومنتات بتحب انهي نوع فيهم اكتر. اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.